السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الكلب في المنام، لأنها جات لي كتير في التعليقات. بص يا حبايبي، رؤية الكلب رؤية غير محمودة بالمرة، لأن الكلب أساسا لما يطلع صوت النباح بتاع الكلب، او ان انت تشوفي الكلب في المنام وتقومي مخضوضة تصلي ركعتين وتدعي، لان رؤية الكلب رؤية يعني مش محمودة بالمرة، لان هما بيقولوا ان الكلب صديق وفي. ما مش كل الاحلام ولا كل الرؤى ان الكلاب بتوحي ان في صديق وفي، لان الكلب لما بتشوفيه في المنام بيجي عليك ويعضك او يهبشك، اعرف ان ده عدو هيعمل فيك حاجة، هيأذيك بشيء. طب لو شفت ان الكلب عضك والعضة وجعتك جامد في المنام او وجعتك جامد في المنام، اعرف لا قدر الله ان هيسيبك تعب، او ان انت هتكون في تعب عندك او مرض، وشدة المرض دي هتزيد عليك لان العضة تعبتك. طيب لو شفت ان الكلب بيجري وراك وبيهبشك او بيفتح بقه وعايز يهبشك، ده عدو بيتكلم عليك في ظهرك وبيجيب سيرتك بحاجة وحشة. طيب لو شفت ان انت ماشي مع كلب والكلب بيختفي وانت ماشي وراه، ده بيدل على ان الانسان هيكون في ضيقة او حبس، يدل على السجن، حبس. طيب لو شفت ان انت موتت الكلب او الكلب مات قدامك، ده عدو هتنتصر عليه، او تعب ربنا هيشفيك ويعفيك منه. رؤية ان تسمع صوت الكلب عمال ينبح ويعمل بالصوت بتاعه، ده اعرف ان ده كلامه كلام سيء هتسمعه. زي ما بيقولوا الكلب بيعوي او الكلب بيعمل صوت، فدون بيبقى اخبار سيئة هتسمعها او كلام سيء بيتقال. فدي رؤية الكلب يا جماعة. ورؤية الكلب الاسود اللي بتشوف الكلب الاسود قوي ده بيتمثل في صورة الشيطان، وبقى شيطان اعزكم الله، او بيبقى سحر اعزكم الله، تبقى ممسوس بسحر لو ملازمك على طول الرؤية دي. فنشوف الرؤية دي يا جماعة، علينا بالصلاة والدعاء، لان الدعاء بيمنع القدر. ودون يعني ربنا اللي قال لنا ان احنا دايما يعني نبعد الحاجة السيئة، والرؤية ما تحكيهاش لحد عشان ما تقعش. فنحذر من الرؤى دي، عشان الرؤى دي بتبقى غير مبشرة، بتبقى منذرة، في انذار ليك في شيء. طيب امتى ان انت لو ليك حق عند حد وشفت الرؤية دي ان انت بتاكل من لحم الكلب، اعرف ان ده حق وراجع لك، حقك وهيرجع لك. لو شفت في المنام ان انت في لحم كلب انت بتاكله، الرؤى بتيجي على جميع اوصافها واشكالها، ده بتبقى حاجة من عند الله. فاعرف ان ده حق وهيرجع لك، فلوسك الضيعة وهترجع لك، ميراث وهيرجع لك، تبقى حقك وهيرجع لك، في حق وهيرجع لك. موت الكلب انتصارك على العدو. ان انت بتشوف الكلب ميت، ده انتصارك على العدو او التعب او مرض، ربنا شافك من التعب ده او عافاك من التعب ده. فان الكلب برضك من ضمن اللي هم الخمسة الفواسق. فدي رؤية الكلاب يا جماعة او الكلب، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش تحت في الكومنتات تحت الفيديو يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم. ما تنسوناش يا جماعة باللايك عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله، وكلمة الاشتراك عندكم بالاحمر تتكوا عليها وتشتركوا.